لو طفل سألك احنا ليه بنصوم؟ ليه نجوع ونعطش واحنا نقدر ناكل؟ ليه نمتنع بإرادتنا عن حاجة حلال؟ ممكن نقول بكل بساطة عشان ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. خلاص، مفيش شرح طويل قبلها، مفيش تفاوض، مفيش نقاش. في أمر وفي ثقة في الآمر. الصيام تدريب على الطاعة، لما مفيش حد يكون شايفك، ولما تقدر تاكل ومحدش يعرف، بس انت تختار تسمع كلام ربنا. الصيام بيعلمنا الصبر على النفس، والصبر على الأذى، والصبر على التحكم في رغباتنا. أنا صايم عن غضبي وعن كل شيء يبعدني عن طاعة الله. الصيام فرصة للتغيير والتطهر من أي آثام ومن أي مشاعر سلبية. هو فرصة نرجع فيها لربنا ونحس بعبادته بصدق. ربنا سبحانه وتعالى لما فرض علينا الصيام ما فرضهوش عشان يعذبنا ولا عشان يشقينا. في القرآن قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا هو مش تعب ومش مشقة، ده تطهير وتزكية للروح. احنا بنصوم عشان نتقرب من ربنا، عشان نطهر قلوبنا ونطهر جوارحنا ونتعلم الصبر ونكتسب القوة عشان نجاهد نفسنا. والأهم، الصيام هو فرصة للتقرب والأمل في رحمة الله وعفوه. بنصوم عشان ربنا قال نصوم، زي ما حصل في قصة طالوت وجنوده وهم رايحين يواجهوا جالوت. كانوا داخلين معركة مصيرية، وفي الطريق قابلهم نهر. طالوت قال لهم اللي هيشرب منه مش هيكمل معانا إلا من اغترف غرفة بيده يدب لريقه. طب ليه؟ مش عشان المية حرام ولا المية مسمومة ولا مضرة، لكن عشان الطاعة أهم من الرغبة. القرآن بيحكي إن أغلبهم شربوا إلا قليل، واللي شربوا ما قدروش يكملوا الطريق، طبعا ضعفوا وخافوا، ما قدروش يواجهوا جالوت. القليل اللي سمع الكلام هو اللي ثبت، هو اللي انتصر. الصيام نفس الفكرة، الأكل مش حرام والمية مش حرام، لكن ربنا قال استنوا فبنستنى. مش عشان إحنا أقوياء، لكن عشان إحنا واثقين إن اللي أمرنا أعلم بينا. كمان ستنا عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لها إذا صمتي فاحفظي لسانك واجتهدي في القراءة والذكر حتى تستفيدين من هذا الشهر المبارك. الصيام مش مجرد امتناع عن الطعام والشراب، لكن عن الكلام السيء وعن اللغو واللهو وعن أي شيء يبعدنا عن ربنا. لما تيجي لحظة غضب، افتكر إنك قدرت تتحكم في جوعك وعطشك ساعات طويلة، يبقى أكيد هتقدر تتحكم في كلمة. لما تيجي لحظة حرام، افتكر إنك كنت قادر تاكل بس اخترت تسمع كلام ربنا. الصيام بيعلمك إنك مش عبد لرغبتك، أنت عبد لربك، لله اللي يتعلم يطيع وهو قادر يعصي ربنا يقويه يوم ما يحتاج القوة. الصيام مش حرمان، الصيام اختيار إنك تثق في ربنا أكتر ما تثق في رغبتك. ما تنساش إن الصيام مش عن الطعام بس، إنما هو عن كل ما يبعدك عن الله. دي كانت دقيقة لقلبك. لو ربنا طلب منك حاجة، اعرف إن وراها خير أنت مش شايفه.